هل انت من النوع اللي برد فورا على الرسائل النصيه اللي بتجي على الواتساب؟ شو هي الصفات النفسيه للاشخاص اللي بردوا فورا على الرسائل النصيه؟ اذا انت كنت هيك او بتعرف شخص برد فورا على الرسائل اللي بتبعت له اياها، رح اقول لك شو هي ابرز الصفات النفسيه الايجابيه والسلبيه اللي تميز هذا النوع من الاشخاص. اول صفه الحس الاجتماعي القوي. يمكن يكون هدول الاشخاص عندهم قدره مميزه على فهم احتياجات الاخرين والتفاعل بشكل فعال معهم، بمعنى بيقدر يحط حاله بمحل الشخص اللي باعت الرساله ويشعر بمدى انزعاج هذا الشخص بسبب التجاهل اللي تعرض له، فما بحب يخلي حدا يحس بهذا الشعور. منين اجى هذا الاحساس؟ يبدو انه تعرض سابقا لتجاهل، لانه حساس وما بحب يخلي حدا يتعرض لذات الاحساس، برد فورا على الرسائل. المرونة العقلية. بيتمتع هذول الأشخاص بقدرة على التكيف والتعامل مع التغيرات بشكل سريع وفعال. هذا الشيء بمكنهم من الرد بشكل فوري ومناسب على الرسائل، يعني سرعة البديهة، سرعة الرد، العقل الحاضر، توازن في المزاج والبعد عن المزاجية. القدرة على إدارة الضغوط. هذول الأشخاص عندهم مهارات جيدة في إدارة الضغوط والتوترات. هذا الشيء بيساعدهم على الرد بسرعة بدون ما يتأثروا بالضغوطات الخارجية على قراراتهم. بمعنى أنه ما بيقول أنا مضغوط، أنا مشغول، عندي كذا، ما عندي قدرة أني أتعامل مع أي شيء خارجي بيجيني غير الشيء اللي عم بعمله بإيديه هلا. الشعور بالثقة. برد فورا، يشعر بأنه ما عنده شيء يمنعه أنه يقوم بما يشعر به، ما بيأجل الشيء اللي بده يعمله لبعدين لأنه ما عنده شيء مخبى أو بخاف من شيء، عنده ثقة بقدراته الشخصية والتواصلية. هالشيء بيسهل عليه الرد بسرعة وبثقة على كل الرسائل. التفكير الاستراتيجي. أول ما توصل الرسالة فورا بيعرف كيف يتصرف وبيعرف ليش لازم يرد، وإذا ما رد شو بيستفيد. عنده قدرة على التخطيط والتفكير الاستراتيجي، يعني لقدام. هذا الشيء بيساعده على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة في الرد على الرسائل. الرغبة في المساعدة والدعم. يمكن هدول الأشخاص عندهم رغبة قوية في تقديم المساعدة والدعم للآخرين، بيحبوا يجبروا الخواطر. هذا الشيء بيخليهم يردوا بشكل فوري لتلبية احتياجات الآخرين، ولأنهم مرة تانية بيشعروا بشعور الآخر، بيتقمصوا مشاعره، يعني بيحطوا حالهم محله، فبردوا على كل الرسائل. بس كمان تعالوا لكم انه في بعض الصفات السلبيه عند الاشخاص اللي بردوا فورا على الرسائل. اول هي صفات القلق الاجتماعي. قد يكون الشخص اللي برد على الرسائل النصيه فورا يعاني من قلق اجتماعي، لانه يشعر بالضغط للاستجابه فورا خوفا من رفض الاخرين او سوء فهم له. الصفة الثانية الاعتمادية العاطفية. ممكن يكون هذول الأشخاص اللي بيردوا فورا على الرسائل النصية بيعتمدوا بشكل كبير على الآخرين من الناحية العاطفية، بيشعروا بالحاجة المستمرة للتواصل لضمان الحب والاهتمام، والخوف من انه الناس ما يعاملوهم بالمثل. عدم القدرة على ضبط النفس. قد يظهر هذا السلوك لدى الاشخاص اللي يعانوا من عدم القدرة على ضبط النفس والسيطرة على اندفاعاتهم، بيلاقوا حالهم غير قادرين على انه يمسكوا الموبايل ويردوا فورا على اي رسالة بتجيهم. حب السيطرة. ممكن في بعض الحالات قد يكون الرد السريع ناتج عن رغبة في السيطرة والتحكم في المحادثات، ورغبة في التأكيد على أهمية الذات، وأنه أنا أول من يرد حتى أوجه مسار المحادثة. غالبا يحدث هذا الشيء في جروبات التواصل. الخوف من التأجيل. ممكن يشعر الأشخاص اللي بيردوا فورا على رسائلهم النصية بضغط مستمر للتواصل والرد فورا على هذه الرسائل. هذا الشيء بيسبب لهم الإجهاد المزمن أو الرغبة في تقليل القلق الناجم عن وجود مهام غير مكتملة ورسائل مؤجلة. لازم يردوا عليها، فبيردوا عليها فورا، ما بيأجلوا شيء. هي بعض الصفات الإيجابية والسلبية للأشخاص اللي بيردوا فورا على الرسائل النصية. أنا من وجهة نظري بشوف كتير حلو إنه أنت لما تجيك رسالة وقادرة ترد عليها إذا كان لازم ترد عليها. هاي صفات عامة تختلف باختلاف الزمان والمكان، الثقافة والظروف